ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب. وأنا مش مرتب أي سكريبت للحلقة ديت أو للموضوع بتاعنا النهاردة، ولكن أنا نيابة عن اليهود ونيابة عن الإسرائيليين أنا بشكرك لدعمك الكبير ليهم. أحب أبشرك أن الحرب على غزة وعلى فلسطين مستمرة بسبب الدعم الاقتصادي اللي حضرتك بتقدمه لدولة إسرائيل. تقول لي أنا بقدم دعم اقتصادي لإسرائيل؟ أيوة طبعا. أنا هكلمك على المليارات اللي محتاجاها إسرائيل عشان الحرب دي تستمر، واللي حضرتك بتدفع، بتشتغل وتشقى وتتعب في شغلك علشان تاخد مرتبك وتاخد فلوسك اللي معاك وتروح تدي جزء كبير منها لإسرائيل. ومش هقولك من غير ما تحس، ده بإرادتك المنفردة. احنا كعرب وكمصريين جزء من الدعم في القضاء على الفلسطينيين. 10,000 وشوية ماتوا، 10,000 بني آدم، 10,000 روح، وداخلين في 11,000. أنا ما بكلمكش على 10,000 فردة كاوتش، ما بكلمكش على 10,000 إزازة بيبسي اللي حضرتك مش قادر تبطل شربه يعني. ويقولك والله دي حرية شخصية، سيب الناس تاكل في ماكدونالدز، وسيب الناس تجيب برفانات من ديور، وسيب الناس تلبس من البراندات العالمية زي جوتشي. ما كل ده حضرتك بتقوي الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي اللي هو الداعم أصلا في الحرب ضد الفلسطينيين. انت عارف القنبلة اللي وزنها طن اللي بتنزل على حي كامل في غزة تبيده تمنها كام؟ يعني القنبلة تمنها $1,000,000. شوف حضرتك دافع كام من مرتبك، شوفي حضرتك دافع كام من مرتبك او من الفلوس اللي معاكي علشان تقدري توفري لإسرائيل والأمريكا تمن القنبلة اللي بتنزل تموت بني آدم. انت موبايلك بيضيع بتعيط، بتحزن على موبايلك، ما بالك ده روح. لو جارك توفى بتزعل عليه، لو قريبك، لو أبوك، لو أخوك، بتقعد في حالة حزن وأسى. تخيل بلد فيها 10,000 قريب ماتوا، فيها 10,000 أخ، فيها 10,000 أخت، فيها 10,000 طفل، وحضرتك مش قادر تبطل ان انت تاكل من ماك، او حضرتك مش قادرة تبطلي تشربي من ستاربكس، ويقولك اصل دي حرية شخصية، اللي عايز يقاطع يقاطع. لا، دي مش حرية شخصية. لما بني آدم يموت بقنبلة تمنها ملايين الدولارات، حضرتك داعم الاقتصاد الأمريكي وداعم الاقتصاد الأوروبي في ان انت تخلي شركاتهم واو بتكسب مكاسب رائعة، ومعاها من المكسب ده فلوس تديها لإسرائيل، تقوم جايبة قنابل ضربة الناس. انت اللي مشارك، انت اللي عامل ده، وما تقوليش بديل. يعني الناس اللي بتقول اصل بيوت الناس اللي شغالة في شركة بيبسي هتتخرب، هو اللي بيرزق العباد مين؟ صاحب شركة بيبسي ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ فوق شركة طالعة زي سبيروس باتس ديت، ما هي لسه شركة جديدة. انا لو شغال في شركة بيبسي ورحت للشركة دي وقلت له انا خبرة في الشركة دي، شغال في التسويق، في المبيعات، في التغليف، في اي حاجة في الدنيا، شغلني عندك، هيقولك ماشي. لما ماك يقفل هتلاقي مطاعم كتير جدا بديلة اشتغلت، اقتصادك انت اللي هينتعش. الشركات المصرية، شركة ريفن مبيعاتها في الملابس هتطلع لفوق. ليه؟ لان زارة ما بقتش تبيع، فانت بقى عندك اقتصاد قوي. عندك ناس كانت شغالة في شركات اجنبية بقت شغالة في شركات مصرية. خلي رزقك على الله، ما تخافش. النقطة الأهم من دعمك الاقتصادي لليهود اللي هو حضرتك بتدي الشركات فلوس تاني، بقولها لك تاني علشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. بتدي الشركات دي فلوس، فبياخدوا المكسب $1,000,000,000. $1,000,000,000 اتبرعت بيه او جمعته الاتحاد الاوروبي والشركات الاوروبية والاقتصاد الاوروبي، جمع لاسرائيل $1,000,000,000 كتبرعات ليها. عايزة من امريكا الكونجرس هيديها $14,000,000,000 مليار. تفهم؟ والتبرعات القوية اللي بتدفع ديت اللي هي جزء منها من جيبك، من مرتبك، في دعم الاقتصاد بتاعهم. موت عيال صغيرة. فلا، لازم تقاطع. مفيش حاجة اسمها اوجد لي بديل لإريال او لبرسيل. لا، اصل طيب ما بيطلعش البقع، مع انه ما طلع البقع، مع انك ما حطيتي ريحة، مع انك ما اكلت من ماكدونالدز. ما تاكل من الدمشقي، ما تجيب همبرجر من اي حتة وتاكله.
انت لازم يعني تاكل من هنا. اصل انا لما هاكل من هنا هتبسط والفلوس هتروح للناس ديت، مش مهم بقى يقتلوا اطفال يجيبوا صواريخ، انا مش قصتي، انا بدعي لهم. للاسف ده مش حال حضرتك لوحدك، ده حال العرب كلهم. احنا اضعف واجبن. يعني شوف تخيل، احنا في ملايين، مئات الملايين من البشر. اسرائيل كلها على بعضها 7 مليون يهودي. اليهود في العالم كله 15 مليون يهودي، يعني ما يجوش نص حي من احياء القاهره. انت متخيل العدد؟ ولكن يملكون الاقتصاد والمال وعندهم جرأة. انت بقى يلي بالملايين كغثاء السيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملت ايه؟ والله ربنا معاهم. لو النبي عملش اي حاجة تانية خالص، الدعاء فقط لا غير، ماشي يا سيدي ربنا يستجيب. ولكن لازم تعرف ان 7 مليون او 6 مليون اللي موجودين في اسرائيل شايفينك اجبن واضعف من ان انت تعمل حاجة. زي بالظبط جامعة الدول العربية. انا مش فاهم موقف جامعة الدول العربية. امين عام جامعة الدول العربية مرتبه 75,000 دولار علشان يطلع يشجب ويدين فقط لا غير. نرجع تاني، لان انت لا قادر اقتصاديا ولا نفسيا ولا ماديا ولا شخصيتك كعربي عموما غير ان انت تهزها. يعني تشغل اغنية وتقعد تهزها. ليه؟ اصل الاحداث اللي بتحصل دي مضايقاني. طب انا هقول لك على تجربة شخصية انا نفسي عملتها علشان احاكي ما يحدث في غزة. انا نزلت مرة من البيت بهدومي فقط، ما خدتش معايا فلوس، ما خدتش معايا حتى ازازة مية، وقررت ان انا ابات في الشارع يوم، اقعد على الكورنيش يوم فقط لا غير. ما قدرتش استحمل 8 ساعات. الناس ديت اللي هم اكتر من مليون فلسطيني، على فكرة 75% او 70% من غزة بيوتها وقعت. دول قاعدين في الشارع على طول، مش زي نازل وحالق ومظبط وقلت اجرب كده اقعد يوم. ما استحملتش 8 ساعات. ده قاعد بقاله شهر في الشارع، شهر. ومش هقول لك بقى معهوش فلوس ياكل، ده مفيش حتة مطعم فيه اكل، ده مفيش مستشفى لو اتصاب يا مؤمن يروح يتعالج فيها، وانت نايم في البيت ومريحها ومشطحها وتتصل بالدليفري يجيب لك اكل. احنا ما فكرناش كعرب نلم تبرعات. السعودية بعتت مش عارف كم مليون، واحنا بعتنا كمش عارف قد ايه اغاثة، ما نجيش قد اللي هم جمعوه. وده بسبب ايه؟ ان انت اللي بتقوي اقتصادهم. احنا فعلا ملايين، مئات الملايين، وهم فرحانين بده. 100 مليون مستهلك لكارفور. كارفور علشان تبقى عارف هو الراعي الرسمي للمواد الغذائية للجيش الاسرائيلي. خش دور وشوف، زي ما بتمسك موبايلك كده وبتقعد تعمل سيرش على الهيافة والتفاهة، خش كده على الموبايل واعمل سيرش، هتلاقي ان هو بيجيب لهم الغذاء، بيجيب لهم الاكل. طب منين يا عم كارفور؟ من الربح بتاعي اللي انا خدته من العرب، مننا. يعني انا بنزل اجيب جبن من كارفور، ياخد المكسب يروح يديه للجيش الاسرائيلي. بقينا شركاء. انت شايف الشراكه واصله لحد فين؟ اعدائنا اليوم الدين كما قال الله. تعترض بقى الحكومات الاجنبيه، تعترض حضرتك على كلامي اللي بقوله، اعترض زي ما انت عايز. انت كده ما بتعترضش على كلامي، انت بتعترض على كلام ربنا سبحانه وتعالى. ليه بقول لحضرتك الكلام دوت؟ علشان نبدأ بقى نفوق. 100 مليون اللي في مصر والملايين الاخرى اللي في الدول العربية والدول الاسلامية مرة واحدة توقف التعامل مع الشركات ديت، مش هيلاقوا فلوس يلموا بيها تبرعات يجيبوا قنابل يضربوا غزة. طب تخيل يا مؤمن، الضرب ده لو ما كانش حصل على غزة كان حصل على مصر هنا، واللي اتضربت محافظة الشرقية او محافظة اسيوط او محافظة الغربية، واسرائيل محاصراها ومش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا. موقفك انت هيبقى ايه؟ ليك قرايب في المحافظات ديت هتروح وتدافع عنها، ولا هتشجب وتدين وتقعد تعيط؟ يعني خليك راجل. الاهم من ده بقى، وحضرتك نازل التربة عشان كلنا نازلينها ان شاء الله، يعني ده قدر، وربنا هيسألك مالك جبته منين وصرفته في ايه. هتقول له جبته حلال من شغل حلال، وصرفته في ايه؟ دعمت بيه فلان وعلان وترتان، وجبت بيه كذا وجبت بيه كذا وجبت كذا. شيل بقى يا معلم. لازم تبقى راجل، ولازم يبقى ليك موقف. واذا كنت مش عارف السكة او
مغيب او الشيطان بعدك عن الموضوع ده، فربنا يجعلني سبب ان انا اقول لك واعرفك وافهمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. اول حاجة بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. احنا في اضعف الايمان يا شباب، احنا في اضعف الايمان يا بنات. احنا ما بنعملش اي حاجة غير بقلبك تقعد تدعي له وتشير صورة وتحط علم فلسطين عند حضرتك في الفيسبوك او في التويتر داعما، فبس كده حطيت صورة، رضيت ضميرك، مبسوط حضرتك، ما طلعتش قلت لا مش هشتري، ما قلتش لابنك ما فيش ماكدونالدز وفهمته ان ماكدونالدز دوت شركة بتاخد الفلوس علشان تساعد بيها ناس يقتلوا اخواتك، ولكن انت بتتعامل فعلا مع 10,000 روح، 10,000 بني ادم اللي ماتوا على انهم 10,000 مروحة، 10,000 كرسي. الموضوع صعب والقضية صعبة، والخوف ان هم بعد ما يخلصوا على غزة ما تيجي نخش لبنان ويبقى موقف العرب هو يشجب ويدين ويولول ويلطم. الدول خايفة لان احنا مستضعفين في الارض، والحكومات خايفة لان احنا مستضعفين في الارض. انت لما تحارب اسرائيل مش هتحارب اسرائيل، انت هتحارب امريكا واوروبا. هقول لك على حاجة صغيرة بس. طارق بن زياد لما جه يفتح اسبانيا اللي هي الاندلس، غرناطة في الوقت ده كان فيها مليون في العصر اللي انا بكلم حضرتك فيه ده رقم ضخم، يعني رقم كبير جدا. اللي راح معاه 12,000 وفتحها، بس 12,000 راجل، انت فاهم؟ فكم من فئة قليلة، لكن احنا بقينا ملايين، مش مليون زي اللي في غرناطة، احنا بقينا مئات الملايين. مش هقول لك ما فيناش 12,000، ما فيناش 12 راجل، ما فيناش 12 بني آدم. اللهم محمد سلام لما طلع قال انا مش هعمل حاجة وضحك الناس مهما كانت الفلوس واخواتي بيموتوا، في ناس هجمته، دي النصيبة. مصر عملت 3 ايام حداد واعلنت الشارة السوداء وزعلت ليه؟ يعني في عزا جنبينا وفي ناس بتموت و12,000 قلة ماتت يا بني آدم، فنهدى. فالراجل هو ده الكلام اللي قال انا نفسيا مش هقدر اضحكك، مش هقدر اعمل لك حاجة تبسطك لان انا مش مبسوط. في النهاية صراحة يعني اقاطع الا اذا كان الغرب حولوك مدمن للسندوتشات، مدمن لمعدتك، مدمن للشرب، مش قادر ابطل بيبسي ولا مريندا ولا 7. اصل هم اللي يهضموا ايه يا ابو يهضموا. على فكرة المنتجات دي كلها والبراندات دي كلها ما كملتش 50-60 سنة، يعني اللي كانوا عايشين آلاف السنين من أيام قدماء المصريين مرورا بقى بالتاريخ الحضارة البيزنطية والبطلميين والفتح الإسلامي لمصر، ما كانوش بيشربوا بيبس ولا بيحطوا برفانات من أوروبا، ولا قالوا احنا لو ما كلناش همبرجر هنموت. ولكن فعليا حضرتك لما بتاكل همبرجر الناس التانية دي بتموت. حط نفسك مكانه لدقيقة واعمل التجربة، وانزل من بيتك واقعد في الشارع ويكأن لم يكن لك منزل، وشوف ساعتها كده وانت بتمد ايدك في جيوبك ما تلاقيش فلوس زي اخوك في غزة، هتعمل ايه؟ جرب نومة الرصيف. بس الفرق بقى ان هو نايم على الرصيف وبيتضرب برضه بصواريخ اللي فلوسها جاية منين؟ منك. يعني انت بتنام في البيت وتشقى وتتعب وترجع تروح تنام في البيت وتاخد الفلوس اللي انت شقيت بيها تروح تدعم بيها اقتصاد غربي، ومن الاقتصاد الغربي ضرب البيت اللي جنبك وانت مكمل نوم. الغرب يملك المال، يملك السلطة، يملك القوة، يملك الاقتصاد، يملك السوشيال ميديا اللي انا بكلم حضرتك عليها اصلا. وللأسف اي فيديو فيه نصرة لغزة او يتكلم عن طوفان الاقصى بيحجبوه، زي ما انا متوقع ان الفيديو ده برضه هيتحجب او على الاقل هيقلل الريتش بتاعه علشان ما يوصلش للناس. الناس مش محتاجة تعرف الحقيقة، ولا انا بتكلم في القضية الفلسطينية ولا مين ظالم ولا مين مظلوم، انا بتكلم في قضية وجودية، قضية ربنا حطها لك من البداية وقال لك دول اعدائك. يطلع اي شخص تافه يقول لك لا دول مش اعدائنا، يبقى انت فعلا مش مصدق كلام ربنا. اتمنى ان احنا نأثر على الغرب اقتصاديا، لان احنا لا نملك في ايدينا حاجة تانية نأثر بها على الغرب. احنا فعلا بالملايين، بس انا متأكد
ان اذا الحرب استمرت والاعداد بتاعه القتلى وصل، يعني لو قتلوا المليون اللي في غزه، حضرتك هتهرش في دماغك، مش هتعمل اكتر من كده. والدول العربيه ستستمر في ان احنا نشجب وندين لحد ما يجي الدور عليك وتتضرب لبنان نشجب وندين، وتتضرب سوريا نشجب وندين. اشجب اشجب. الغريبه بقى لو حضرتك بصيت على العمله بتاعه اسرائيل، بص عليها من ورا، وهجيب لحضرتك الصوره زي ما انت شايف كده. تعرف ايش هذه 10 اجوره؟ نعم. اللي فيها خريطه اسرائيل. نعم. 19/2/89. هذه مجله امريكيه ميولها صهيوني. نعم. تتحدث عن اسرائيل الكبرى اللي فيها كل لبنان، كل فلسطين، كل الاردن، نصف سوريا، تلت السعوديه، تلتين العراق، نص سيناء. مرسوم عليها من وراء خريطة دولة إسرائيل، من أول السعودية وسوريا ولبنان وسيناء وفلسطين. دي العملة بتاعتهم. حد اعترض؟ حد خد باله أصلا؟ يعني هو كيهودي محدد هدفه وعارف هو هيعمل إيه. المفروض انت تستعد له نفسيا يا اخي على الاقل، اخلاقيا على الاقل، تفهم عيالك دول اعدائنا ليوم الدين. يا راجل ده من علامات القيامة اليهودي اللي هيستخبى ورا شجرة، الشجرة هتنطق وتقول للمسلم تعالى اقتله، الشجرة هتنطق وانت قاعد ساكت. اللهم اني حاولت ان اغير المنكر بلساني لاني مش قادر بايدي لا املك، وبقلبي انا بدعي للناس دي كل يوم في كل صلاة. حاول انت بايدك تعمل ده وبلسانك. امنع نفسك من ان انت تساعد الغرب. ادعم اقتصاد بلدك، ادعم اقتصاد مصر، اشتري منتجات مصرية، اوجد البديل المصري. زي ما اتعودت وبقيت مدمن على المنتجات الغربية، ابقى مدمن على منتجات بلدك. غير بإيدك، غير بلسانك، غير بقلبك. لو حسيت ان الفيديو ده ممكن يساعد بني ادم تاني ان هو يعرف احنا رايحين فين وبنعمل ايه، ورهوله او شيرهوله. لعل وعسى يبقى في اتحادنا قوة، لعل وعسى تبقى كلمتنا واحدة. تعيش فلسطين حرة مستقلة، يسقط الاستعمار اليهودي.